ولم ينتفع بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرشدك إلا إلى خير، يعلم أنه صادق ودافع عنه بكل ما أوتي من قوة، ولكنه لم ينتفع بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرب لم يكن يعرف الكثير عن النبوة والرسالة والكتب السماوية، وإنما اليهود والنصارى هم أهل كتاب يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما تعرف العرب. لذلك لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول مرة يرتحل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يلقاه في الطريق التجارة بحيرة الراهب ويسأل عنه ويهتم بكل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. ولما تبين له أنه نبي آخر الزمان كانت نصيحته لأبي طالب أن ارجع بابن أخيك إلى مكة، فإن لقيك أحد اليهود وعرف منه ما عرفت قتلوه. فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن نبيا سيخرج من آخر الزمان، ولكن لما بلغهم النبي ولأنه لم يكن منهم من دفعوا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من الأخبار، ولعل ما أحب أن أذكره بهذا الصدد هو حديث دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان أكبر حبرين لليهود في المدينة هو حيي ابن أخطب وسلام. حيي بن أخطب هو والد أم المؤمنين صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب. وسلام هو والد الصحابي الجليل الذي كشف بهتان اليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستعرف عليه وعرف وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى اليهود. فجاءه وفد من اليهود فقال: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ وكان كان عالم من علمائهم. قال: هو عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: ماذا تقولون إن أسلم؟ قال: نعوذ بالله أن يسلم. فلما خرج من خلف خباء خبأه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما اختلف المجلس. يعني ما في واحد من اليهود الذين جلسوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غير مكانه على جنبه في نفس المجلس. قالوا: هو جاهلنا وابن جاهلنا وسفيهنا وابن سفيهنا، في نفس المجلس، حتى لم يستحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما جاء حيي بن أخطب وأخوه سلام، وكانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: لما كنت ألقاهما كان يهشان لي، يعني لما تلقاهما وهما عائدان كان يفرحان بمقابلتها ويصران لذلك. قالت: أما في ذلك اليوم فلم يهشاني، خلاص كأنهما لا يراهما، لا يرى صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. ثم سمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. فيعيد السؤال: أهو هو؟ قال: نعم. قال: فماذا تأمر به؟ قال: عداوة بيني وبينهما حي، وعاش كلاهما على اليهودية حتى مات، ولم يسلم إلا صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان
سلام رضي الله عنه. لذلك اليهود كانوا يعرفون رسول الله وينتظرون ميلاده وقدومه، ولكن لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم آذوا رسول الله وكرهوه ولم يؤمنوا به، وعداوة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أتباعه قامت من يومها وإلى يومنا هذا، والوقائع على هذا واضحة جلية. لذلك أيها الأخ الكريم، احذر أن تكون ممن يفرح بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا ينتفع بعد ذلك ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر أن تكون ممن يسر جدا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عندما نقف على حقيقة انتفاعه ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد رسول الله حقيقة لم يولد كأي طفل، بل كان لميلاده إرهاصات وآيات وعلامات حتى قبل ميلاده في رؤية رأتها أمه آمنة. ولكن لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد كبشر عادي كغلام، وإنما بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من غيرت الدنيا. بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أصلحت أحوال الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد كان مستقيما، كان صالحا في نفسه، وإن دعي إلى صلاح أجاب. يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه وقبل مبعثه وجاء رجل غريب عن مكة ثم اعتدى عليه أحد سادات مكة وأخذ تجارته ولم يعطيه مالا، ثم ذهب الرجل إلى الكعبة ينشد أبياتا ويتظلم فيها وأنه لا يجد من يدفع عنه الظلم وهو رجل غريب، فقام أحد أشراف مكة وجمع حلفا سماه حلف الفضول من الشباب الأشداء، كانت مهمتهم أنه لا يظلم في مكة أحد إلا وينصرونه. وكان أحد أعضاء هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحا في نفسه مصلحا ما استطاع. ثم لما جاءت الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه تكليف بأن يصلح الأمة ويؤسسها أجمعين، وعندها برز المعادون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبرزوا يوم ولد رسول الله، لم يعادوا رسول الله يوم ولد، بل إنهم فرحوا به وكانوا يفخرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل وأبو لهب وكلهم كانوا يفرحون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسرون به وكانوا يرضون حكمه. إذا حكم بينهم رسول الله يرتضون لحكمه. وخير دليل على ذلك يوم وضعه صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود في موضعه وقد احتدم الخلاف بين مشركي مكة، بين كبرائهم، بين السادات يختلفون ثم يحكمون شابا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتضون حكمه. لذلك كانوا جميعين فرحوا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كم منهم فرح بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم منهم كان عنده نفس السعادة يوم أن جاءه النبأ بأن ولد محمد بن عبد الله؟ كان عنده نفس السعادة يوم أن وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله. لذلك أحبتي في الله، اعلموا بأنه كم من أناس كانوا في مكة يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرفه، ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا جميل خلقه وجميل خلقه، وصافحت وجوههم وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رسول الله، يعني لما دخل الإيمان في قلبه قال أؤمن ولكن بعد أن يأتي رسول الله. يعني مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام لما جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل على سيد من سادات الأنصار كان اسمه أسعد بن زرارة، ثم لما سمع به سعد بن معاذ ذهب إليه، فلما رآه أسعد بن زرارة وكانوا قريبين قادم على مصعب بن عمير قال هذا سيد من سادات الأنصار، والله لئن ظفرت به لتظفرن بالأنصار. قال هذا الرجل إن تبع الرسالة وآمن يتبعك الأنصار. فشمر مصعب بن عمير لهذه المهمة، فوقف عليهما سعد بن معاذ وشتمهما، شتم مصعب بن عمير وقريبه أسعد بن زرارة. فلما استماله مصعب بن عمير وأسمعه بعضا من القرآن أعجب سعد بن معاذ لذلك وأعرب عن نيته أن يتبع الإسلام، ولكن بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما جاء رسول الله وأسلم سعد بن معاذ، كم عاش سعد بن معاذ في الإسلام؟ عمر سعد بن معاذ في الإسلام لم يتجاوز 5 سنوات. يعني تخيل سعد بن معاذ عاش 5 سنوات مسلم، حياته كلها حوالي أكثر من 30 سنة قبل الإسلام كلها في جاهلية، ثم اتبع الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حوالي 5 سنوات. لما مات سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن بعد 5 سنوات إسلام. طب أنت بقالك كم سنة مسلم؟ أو عم الشيخ الحمد لله احنا مولودين مسلمين. طيب سيب أول 10 سنوات، بلاش 15، أول 15 سنة، أول 20 سنة من عمرك. طب والباقي كم سنة؟ عملت فيهم إيه؟ أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينتفعوا بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يؤمنوا. قالها رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أحبتي في الله، أحبتي في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بشرا عاديا حتى يبحث الناس أيحتفلون بمولده أم لا، وإنما كان هديا قويما يقام. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد بشر، وإنما هو رسالة من عند الله جل وعلا جاءت لتقيم الحجة على الناس. وجاء رسول الله حتى أن الله جل وعلا فسر لذلك في قرآنه قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. هذا لأهل الكتاب. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وقال قبلا مجيبا لدعاء إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه تفصيلات في كتاب الله جل وعلا لرسالة رسول الله. رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت للكل، ولكن اختلفت عند اليهود والنصارى، عندهم أساس في الكتب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ما حرفوه وما أخفوه في كتبهم، وجاء ليبين لهم بعد انقطاع الوحي فترة طويلة عن الأرض. أما للعرب فقد كانت رسالة تأسيس وتعليم من الصفر، لأنهم لم يكن يعرفوا شيئا عن هذه النبوة والرسالة. لذلك أيها الأخ الكريم اعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذاته فقط وإنما برسالته. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لكيانه البشري فقط محمد بن عبد الله، وإنما هو دعوة وهدي قويم. فمن احتفل بالشخص مهما كان حبه له ولم يقدم على هذا الهدي القويم الذي
الناس قدم. وبعدين يحصل عند الراجل فرح ما يقولوش ألف مبروك. وبعدين يحصل عنده عزا ما اروحش ولا عزيه، البلد كلها تعزيه ولا لا، بس كل ما اشوفه اقول والله انا بحبه. طيب بعد 3-4 مناسبات الراجل يعيا مثلا، البلد كلها تزوره ولا لا؟ طيب كل شويه قبل الراجل يقول والله انا بحبه، ما بحبش حد. وتحصل عند الراجل مناسبه تلو المناسبه وانا لا ازوره ولا اعبره. طيب بالله عليك الراجل ده بعد كده لما قبله يقول انا بحبك، يعني هيكون رد فعله ايه؟ ما هو ده اغلب فعلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بتحب النبي؟ ايوه. طب انت تعرف ايه عن النبي؟ انا بحبه. ايوه يا عم. طب انت بتعمل ايه اللي كان بيعمله النبي؟ ايوه انا بحب النبي. ايوه. هو الرجل لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المرء مع من احب، كيف يكون الحب؟ اتريد ان تختبر الحب؟ تريد ان تختبر الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ انظر الى حب الشباب بل والشيوخ. يعني كانت الظاهره بين الشباب، اليوم حتى بين كبار السن. انظر الى حب الناس للاعب الكره والممثلين وكيف يؤثر فيهم هذا الحب، ثم انظر كيف اثر فيهم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستجد جليا ما يتضح لك انه وللاسف الشديد كثير من امه رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر فيهم حب لاعب الكره والممثلين اكثر من تاثير حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. لذلك تركوا التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبهوا بلاعب الكره والممثلين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إن الباحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهتدي حتى وإن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النجاشي ملك الحبشة لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الحبشة وأعلمهم أنه فيهم ملك عادل لا يظلم عنده أحد، وكان أمير القوم جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب، وتحدث مع النجاشي وأسمعه جزءا من القرآن، وعلم النجاشي أنه حق، ولكن خوفا أن يقتله قومه كتم إسلامه، ولكنه أسلم. أتدري بعد أن أقام الصحابة رضوان الله عليهم ما أقاموا في ضيافة النجاشي، ثم لما سمعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن عند الكعبة وسجد من خلفه كل سادات مكة، فظنوا أن مكة أسلمت، فهموا بالعودة فعرفوا أن هذا لم يكن بإرادتهم، وإنما أسقط الله رؤوسهم سجودا رغما عنهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادوا مرة أخرى إلى الحبشة وأقاموا بها حتى كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أن يرسلهم إليه. النجاشي ما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده إلا أن كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، وخرجوا من الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات النجاشي، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. النجاشي الذي لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ويشهد له بأنه كان مسلم، والآخر كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابنه من أعز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن
يصلي على أبيه في مسجد رسول الله في المدينة. عبد الله بن أبي بن سلول في مدينة رسول الله، فتنزل الآيات مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. اعلموا بأن الدين ليس فيه مجاملات، وأن الدين ليس فيه أنساب وأصحاب، وأن كل واحد منا سيقف أمام الله جل وعلا لوحده، يسأل وحده. حتى الأنبياء قالها رب العالمين في كتابه، قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم، نحن سنسأل. وهذا أمر طبيعي. قال: ولنسألن المرسلين. الأنبياء سيسألوا، بل وإنهم سيأتون على كلامهم بشهود. يعني رب العالمين لما يسأل النبي: أبلغ؟ يقول: نعم. فيسأله رب العالمين: من يشهد لك؟ يعني مجرد الإجابة بنعم أو بلا لا تكفي، يريد شهادة على ذلك. فتشهد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمرسلين بواقع ما أخبر القرآن من كلام الرحمن تبارك وتعالى، فصار ما قرأناه في القرآن كأنما عايناه بأعيننا. فتشهد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمرسلين، ثم يشهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، اعلموا ودائما ما أقولها وأكررها، أن من يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم من المتوضئين المصلين. وإلا ما كان يعرفهم رسول الله. كيف يعرف أمته؟ قال: أعرفه من آثار الوضوء. طيب، لما يأتي أحد على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطرد وتقول له الملائكة: سحقا، ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أمتي. كيف عرفه؟ عرفه من آثار الوضوء، ولكنه اختلف هديه عن هدي رسول الله، اختلفت أخلاقه عن أخلاق رسول الله، فما انتفع بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك طرد عن حوض رسول الله يوم القيامة. لذلك أحبتي في الله، فلنهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتعلم عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسالته، وما الذي كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم من بعد ذلك ليختلف بعضنا من بعض على حكم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أن نضيع هدي رسول الله ورسالة رسول الله ثم نختلف أجمعين في حكم الاحتفال بميلاد رسول الله، والله إنه سفه في عقولنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. حبب يا رب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن آذانا. اللهم يا حنان يا منان لطفا بالمسلمين في كل مكان.